عبد الصادق بن عيسى. على مدى الأيام التي تلت يوم هرب ذاك الرجل الذي ظهر وهو يراقب منزل الضابط عبد الحميد بودادة، ظل الحارس مبارك الخطار يقظا، ولكن الرجل لم يعد ثانية، وقد حسب أنه لن يعود بعد أن غاب كل تلك الأيام، ونسي أمره إذ اعتقد أنه ربما كان يخطط للسطو على المنزل. لم يخبر مبارك أحدا بالذي حدث، واعتبر الأمر غير ذا أهمية، وكتمه عن الضابط عبد الحميد لما جاء قبل يومين مع ضيوف له لم يسبق له أن عرفهم. مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. همس الحراس. في تيبازا لاحظ حراس منزل عبد الحميد بودادة الضابط السابق في أسلاك الأمن أن شخصا صار يأتي كل يوم ويقف في مكان مقابل للمنزل الكائن في شارع جيش التحرير الوطني. لم يكن وقوفه هناك ليمر دون أن يثير الانتباه. في الغالب الأعم لا يشهد الشارع حركة كثيفة. على مدى الأيام الثلاثة الأولى التي جاء فيها ذلك الشخص الذي يبدو أنه جاء من مكان غير قريب وأنه يحيا حياة تشرد، لم يكلمه الحارس، واكتفى بمراقبته دون أن يقوم بما يثير انتباهه. في اليوم الرابع جاء الرجل الذي لم يغير ملابسه على مدى كل تلك الأيام، بما يؤكد أنه غريب وربما من المتشردين. جاء ضحى، وقد لمحه الحارس من قوة في الجدار في محيط الباب. يومها لم يمهله، خرج إليه. خلف الباب المفتوح ظهر كلب يلهث، جاء إليه يريد أن يسأله عن سبب وقوفه هناك، ولكنه قبل أن يصل إليه أطلق ساقيه للريح، وسرعان ما ابتلعه الغطاء النباتي الذي يحف المكان. في النهاية تحقق للحارس ما يريده، ألا يرى له أثرا هناك. يعمل مبارك الخطار حارسا في منزل عبد الحميد بودادة منذ 15 عاما. لم يكن ذاك السكن سوى سكن ثانوي للضابط المتقاعد بودادة الذي خلا أيام الصيف قليلا ما يأتي إلى تيبازا. في تلك المرات القليلة لم يكن يأتي بمفرده ولا معه زوجته أو أي من أبنائه، كان يأتي برفقة أناس آخرين قلما كان الحارس مبارك يراهم مرتين. في تلك المناسبات يحضر إلى ذلك المنزل فسيح الأرجاء من يتولون الطبخ وتقديم أشهى الأطباق لأولئك الضيوف. ثم تنتهي الحفلة وتطفأ الأنوار إلا ما كان في مدخل المنزل أو في تلك الغرفة الصغيرة الملاصقة لجدار الحديقة حيث يسكن مبارك، قرب الباب مأوى الكلب. يعلم مبارك الخطار أنه أقسم حين شغله الضابط بودادة ألا يفشي سرا من أسرار البيت وألا يتدخل فيما لا يعنيه. بدا على مدى السنوات التي أمضاها في الخدمة وحتى الآن وقد احترم إجمالا ما التزم به وبر إلى حد ما بقسمه، ولكنه في حالة انخراط كامل في حديث مع أحدهم من أولئك الحراس الذين في الجوار، كثيرا ما باح بأمور لا يعلم بها أحد، ثم حين ينتبه إلى زلات لسانه تلك يقنع نفسه بأن ما نطق به لا يمثل سرا كاملا وإنما هو جزء من سر، ويقتنع بأن الذين سمعوه لن يستطيعوا سبيلا إلى الربط بين تلك الأخبار الصغيرة. قد يكون فعل ذلك مرات في لحظة
كان يحتاج فيها إلى إثبات أهميته في حياة مشغله واعتماده عليه في أمور كثيرة. من حيث لا يدري كان ينطق لسانه ببعض الأمور التي ما ينبغي له أن يكشفها. وكذلك علم قادر حارس المنزل الملاصق لمنزل الضابط أن الضابط السابق عبد الحميد بودادة الذي يملك مقاولة في البناء ينحدر من أسرة فقيرة من سيدي الأخضر بأطراف خميس مليانة، وأنه انتقل إلى الجزائر لإتمام دراسته الثانوية، ثم التحق بأسلاك الأمن 3 سنوات بعد إعلان الاستقلال. لعل مبارك لم ينتبه يوم كشف تلك المعلومة إلى أن قادر ينحدر هو الآخر من نواحي خميس مليانة من جندل. كان الرجل يمضي لزيارة عائلته هناك 2 أو 3 كل عام، يرتبط تنقله بالأعياد الدينية. وكذلك سعى من باب الفضول وحب الاستطلاع إلى التيقن من حقيقة ما كشفه مبارك، وتمكن من الذهاب إلى سيدي الأخضر مستقصيا. الناس في المنطقة ولو على مسافات بعيدة يتعارفون، ولم يكن عصيا عليه أن يتعرف على أفراد من عائلة عبد الحميد بودادة ضابط الأمن المتقاعد. في المنزل الذي ولد به، وهو منزل متواضع، ما زال يسكن شقيقان له يصغرانه سنا، وكان ذوى أطفال كثر. وقد فوجئ وهو يستقصي خبر ذاك الذي يهابه الحارس مبارك بأن الشقيقين لا يعلمان إلا القليل عن شقيقهما. قال أحد جيرانهما لقادر إنهما لم يلتقيا عبد الحميد سوى 2 مرات منذ أن استقر في العاصمة. حاول الاتصال به، ولكنهما كانا يصطدمان في كل مرة بخبر وجوده في مهمة في الجزائر أو خارجها، ثم انتهى بهما الأمر إلى اليأس منه. لاحظ قادر أن شقيقي عبد الحميد يعيشان في فقر لا يعود فيما يبدو إلى الأمس القريب، وكان في ذلك ما يثبت لديه ما علمه من مبارك. ولأن قادر لم يرغب في أن ينهي زيارته إلى سيدي الأخضر دون أن يجعل لها أثرا، فقد تقدم من أحد شقيقي الضابط المتقاعد بودادة واسمه عبد الرزاق، ومهد للحديث معه بأن عبر له عن تأثره بما سمعه من قطيعة بين عائلة بودادة وابنها عبد الحميد. وقد لمس لدى الرجل الذي تخطى 50 تجاوبا. ليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، فقد مات أبواه ولم يعلم. في كل الأحوال لم يحضر جنازتيهما، وتوفيت شقيقته الكبرى راضية ولم يعلم. كانت تلك معلومات أضافها إلى سجله الحارس قادر، الذي ظن بعد اللقاء أنه صار يحيط علما بكل ما يتعلق بذلك الضابط المتقاعد الذي يهابه الجميع هناك في تيبازا. وكذلك أبلغ قادر عبد الرزاق بأنه يعرف منزل عبد الحميد في تيبازا. قبل أن يودعه جعله يقسم بأن يحتفظ بالسر لنفسه وأن يكتم من أبلغه. على مدى الأيام التي تلت يوم هرب ذاك الرجل الذي ظهر وهو يراقب منزل الضابط عبد الحميد بودادة، ظل الحارس مبارك الخطار يقظا. ولكن الرجل لم يعد ثانية، وقد حسب أنه لن يعود بعد أن غاب كل تلك الأيام، ونسي أمره إذ اعتقد أنه ربما كان يخطط للسطو على المنزل. لم يخبر مبارك أحدا بالذي حدث، واعتبر الأمر غير ذا أهمية، وكتمه عن الضابط عبد الحميد لما جاء قبل يومين مع ضيوف له لم يسبق له أن عرفهم. قال له قادر ذات مساء إن الضابط الذي تحول إلى مقاول في البناء إنما يأتي بضيوفه إلى تيبازا ليبعدهم عن الجزائر وليبرم الصفقات بعيدا عن صخب العاصمة. لم يكترث مبارك بجد إلى ما قاله قادر. قدر الحارس أن أسابيع 3 قضت بعد أن هرب ذاك الذي كان يتربص قبالة منزل الضابط عبد الحميد يوم رآه من جديد. عادت الشكوك تساوره فيما يريده الرجل الذي يبدو من المتسكعين. قرر أن يخرج إليه. فتح الباب وظهر له وهو ممسك بالكلب الذي كان يركز نظره وسمعه عليه. تصور أنه سيهرب كما فعل في المرة الماضية،
وتوقع أن ينقض الكلب ليطارده، وتخيل في تلك الثواني التي استغرقها فتح الباب والظهور عملية مطاردة قد تخرج عن سيطرته. مع ذلك قرر التقدم نحوه. لم يتحرك الرجل من مكانه، فقد قال له وهو يقترب منه أكثر: أبعد كلبك عني وسأقول لك كل شيء. على نباح الكلب الذي يحاول التقدم نحو الرجل. كان مبارك يغالبه، ثم نهره فهدأ قليلا. كان لهاثه يسمع من عدة أمتار، لسانه الذي تدلى من فمه يخبر بذلك. ما الذي تريده؟ سأل مبارك. أليس هذا منزل الضابط بودادة؟ سأل الرجل. لم يعجل مبارك بالجواب، أمعن النظر إليه، ركز على عينيه، ولما طال صمته عاود الرجل سؤاله: أليس هذا منزل الضابط عبد الحميد بودادة؟ ما الذي تريده؟ سؤاله ذا كشف رفضه الجواب. أريد عبد الحميد بودادة، قيل لي إن هذا هو منزله. ظل الحارس مبارك صامتا، الكلب يغالبه، يريد أن يتفلت من قبضته. عاد لينهره من جديد، ثم التفت إلى الرجل. لقد لاحظ أنه لا يبدو مؤذيا، ذاك كان تقديره هو. ثم عاد يسأل: من قال لك إن هذا هو منزل الضابط عبد الحميد بودادة؟ فاعل خير، لن أبوح لك باسمه. في تلك الأثناء ظهرت سيارة رباعية الدفع بيضاء بها خطوط سوداء وحمراء. بشكل مفاجئ تراجع مبارك يجر كلبه ودلف إلى الحديقة، ومضى يربط الكلب في مكانه. فوجئ الرجل بتوقف تلك السيارة، ثم رأى رجلا ابيض شعره ولكنه يحتفظ باستقامة عوده ينزل من تلك الرباعية الدفع. نظر إليه نظرة خاطفة وتوجه إلى الباب. كان الحارس مبارك واقفا، سلم عليه وأبدى احتراما. من مكانه لم يسمع الرجل الحديث الذي دار بين الرجل أبيض الشعر والحارس، ولكنه سمع الأخير يبلغه بأنه ما خرج إلا لإبعاد ذلك الواقف هناك، وأشار إليه. ما الذي يريده؟ قال: إنه يريدك سيدي، دعه يأتي. نادى عليه فأسرع الخطوة إلى الباب. نظر إليه بتعال لا تخطئه عين وسأله: هل تعرفني؟ هل أنت الضابط عبد الحميد؟ نعم، ما الذي تريده؟ أنا شقيقك، أنا أخوك عبد الرزاق. لقد جئت من سيد الخضر، أريد اللقاء بك إحياء لصلة الرحم. دقق النظر إلى وجهه، ولعل ملامحه ذكرته بشيء بعيد. هم بالدخول وتركه في الخارج، ولكنه عدل عن ذلك فدعاه ليدخل. كان الحارس مبارك يتابع باستغراب، يذكر جيدا تلك الليلة التي لم يكن فيها في الفيلا ضيوف غير عبد الرزاق شقيق الضابط. ليلتها وهو يسترق السمع علم الحارس الكثير عن ماضي الضابط المتقاعد، ذاك الماضي البعيد الذي خطت سطوره هناك في سيد الخضر. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. أحست المرأة بضيق لا قبل لها به. نهضت من مكانها وأسندت ظهرها العريض إلى الجدار وهي تمسك بتلك الرسالة، تتساءل من جديد عمن يكن الذي بعث بها. ثم وهي تستحضر ما جاء في الفقرة الثانية منها انتابها القلق. الذي كتب الرسالة يعرفها ويعرف مقر سكناها. ما يقلقها أكثر أن تلك الرسالة لم تكن بصيغة التهديد الصريح، ولا هي رسالة ضمت عبارات الود. كانت جافة لا تترك منفذا للتخمين. مهمشون، في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف.
وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. السجانة. في شارع سيدي علي عزوز في زغوان بتونس لم يكن مرور وريدة ليتم دون أن يلفت الانتباه، فالسيدة وريدة النابلي وهي الآن في 45 تبدو مختلفة عن نساء البلدة. كانت ذات بنية جسمانية قوية وذات قامة عالية، ثم إنها تبدو امرأة مختلفة لأن هيئتها توحي بأنها رياضية، بل ويرجح من يتأمل قليلا بنيتها تلك أنها متخصصة في رفع الأثقال أو في رياضة من تلك الرياضات التي تتطلب القوة العضلية الكاملة. حين تمر من الشارع حيث تسكن منذ 5 أعوام، فإن الجالسين على رصيف المقاهي أو الواقفين في المحلات التجارية لا يقوون على التزام الصمت، فتسمعهم يرددون تعاليق يتمازج فيها الإعجاب والتعجب والسخرية. ولكن السيدة وريدة تواصل طريقها دون أن تعير اهتماما لما يتناهى إلى سمعها من أقوالهم أو ما تلحظه من نظراتهم. في شارع سيدي علي عزوز قلة هم الذين يعرفون أن وريدة النابلي من أبناء وبنات زغوان، الذين يعرفونها عن قرب ينادونها ببنت الحاج درويش، والدها الذي كان يعمل في شركة توزيع الماء والكهرباء. لهم العذر الذين لا يعلمون، فقد اشتغلت وريدة على مدى 22 سنة في إدارة السجون، عملت حارسة في السجن المدني بالهوارب في القيروان. ولعل مهنتها تلك التي يفترض أن تكون مهنة كمهن أخرى ساهمت بحظ وفير في إلحاق إضافات بشخصيتها وربما أيضا ببنيتها الجسمانية. الذين يعرفون أنها كانت حارسة في السجن يقيمون تلقائيا رابطا بين مهنتها والبسطة في الجسم التي لها. في النهاية لكل واحد أن يقول ما يريد ويرى ما يعده حقيقة، لا يهمها في شيء كل ذلك. لعل ما تأسف عليه وريدة صيغة التصغير هذه لا تتلائم تماما مع هيئتها وبنيتها الجسمية أنها لم تتزوج، تزداد أسفا أحيانا حين تلتقي نساء من جيلها ومعارفها ومعهن أبناؤهن وبناتهن. منذ أن عادت إلى زغوان بعد استفادتها من التقاعد المبكر تعيش وريدة وحيدة. كانت وحيدة أبويها اللذين توفيا قبل عقد أو أكثر من ذلك بقليل. من حين إلى آخر تذهب لزيارة أبناء خالة لها يسكنون في جادة الاستقلال. خلا ذلك فإنها تمضي أغلب أوقاتها في المطالعة ومشاهدة البرامج التلفزيونية، ولكنها تحرص على أن تبتدئ أيامها بتمارين رياضية قاسية أحيانا. وقد حرصت على اصطحاب بعض الآلات معها من تونس لما كانت تستعد للاستقرار في بلدتها زغوان. لم يعلم أحدنا الأسباب التي دفعت هذه المرأة إلى التخلي عن وظيفتها وطلب الإحالة على التقاعد المبكر. حتى الذين سألوها من المقربين إليها لم يتمكنوا من الحصول على جواب شاف منها، ثم مع مرور الوقت خفت وهج الفضول لديهم. هو قرارها ولا يعني أحدا أيا كان في شيء. في زغوان لا تحتاج وريدة إلى سيارة أو إلى ركوب سيارة أجرة أو حافلة. بالنسبة إليها هي التي أمضت سنوات في القيروان، فإن المدينة صغيرة ومن السهل التجول في أرجائها سيرا على الأقدام. في 4 مايو من العام 2005 توصلت وريدة ومنهم من كان يلقبها بالمرأة العملاق برسالة بالبريد المضمون. لما تسلمتها فورا انتبهت إلى أنها لا تحمل اسم أو عنوان أو ختم الجهة التي بعثت بالرسالة، ولم تكن تتوقع رسالة من أحد ولا هي على علاقة حميمة مع أي كان. زملاؤها في السجن المدني بالهوارب انقطعت عنها أخبارهم أو كادت.
دخلت غرفة تتخذها مكتبة وفتحت الرسالة. كانت مكتوبة بخط واضح سطر بمداد أزرق. ذكرتها أناقة الخط ونظافة الورقة بأيام الدراسية في الطور الابتدائي. في أعلى الصفحة التي اقتطعت من دفتر تاريخ 22 من أبريل من العام 2005 الذي كتب رسالة انطلق مباشرة بخطاب موجه إلى وريدة: أعلم أنك ستتساءلين عمن أكون، وأعلم أنك انقطعت عن عالمك يوم كنت سجانة في سجن الهوارب، وإذا كان زملاؤك وزميلاتك قد نسوك أو تناسوك فإنني لم أنساك ولن أنساك. ودت وريدة وقد انتابتها حيرة بها قدر غير قليل من التوتر والقلق لو أن صاحب الرسالة كشف هويته. همت بالانتقال مباشرة إلى نهاية الصفحة، ولكنها لم تستطع. عليها أن تقرأ الرسالة كاملة ثم تترك لنفسها فسحة للتخمين. يستهل كاتب الرسالة الفقرة الموالية قائلا: هل تعلمين لم لن أنساك كما نسيك أصحابك القدامى؟ أعرف أنك لا تعلمين، ولكن حيرتك ستزول يوم أخبرك بمن أكون، ويوم أطلعك على الأمر الذي جعلني أكتب إليك هذه الرسالة بعد كل هذه السنوات التي انقضت. لقد قررت الكتابة إليك بعد أن تثبت من محل سكناك، وأيقنت أن رسالتي هاته وتلك التي ستأتي لاحقا ستصلك. أحست المرأة بضيق لا قبل لها به. نهضت من مكانها وأسندت ظهرها العريض إلى الجدار وهي تمسك بتلك الرسالة، تتساءل من جديد عمن يكن الذي بعث بتلك الرسالة. ثم وهي تستحضر ما جاء في الفقرة الثانية منها انتابها القلق. الذي كتب رسالة يعرفها ويعرف مقر سكناها. ما يقلقها أكثر أن تلك الرسالة لم تكن بصيغة التهديد الصريح، ولا هي رسالة ضمت عبارات الود. كانت جافة لا تترك منفذا للتخمين. ما لا تشك فيه أنها لم تعطي عنوانها في زغوان لأي من معارفها في القيروان. هي عادت إلى البلدة التي ولدت فيها وخطت على ترابها خطواتها الأولى، لأنها لم تكن ترغب سوى في قضاء حياة هادئة. أكملت الرسالة التي تنتهي في منتصف الصفحة الثانية. لم يكن بها توقيع. عادت إلى الظرف وحاولت أن تقرأ في الختم الخاص بمركز البريد الذي انطلقت منه الرسالة. بصعوبة أكيدة استطاعت أن تقرأ اسم مدينة جديدة. لم تكن تعني لها شيئا. لا تعلم أنها ارتبطت بعلاقة ما بشخص من جديدة، ولا تجد في ذكرياتها أحدا من عائلتها يسكن هناك. طوت الورقة وأعادتها إلى الظرف، وقد اقتنعت بأن الوصول إلى مرسلها صار ضرورة الآن. ستحاول أن تعرفه بعد أن تقرأ الرسالة مرات أخرى، وقد فعلت دون أن تهتدي إلى المرسل. منذ ذاك 4 مايو من العام 2005 صارت تمشي في الشارع متوجسة، تعي جيدا أن مرورها يثير الفضول والانتباه، وأن الذي يريد بها سوءا لن يجد صعوبة كبرى في العثور عليها. ثم مرت الأيام دون أن يحدث أي شيء، وقد خف قلقها، ومالت إلى الاطمئنان بأن تلك الرسالة لم تكن سوى مزحة ثقيلة من شخص تعرف إليها. ولكن حبل اطمئنانها ذاك كان قصيرا، فقد توصلت برسالة أخرى. قبل أن تفتحها مضت بنظرها إلى ختم البريد. كانت كسابقتها مختومة في جديدة. استهلت الرسالة بالقول: الآن سأختصر لك المسافة. اعلمي أنني أنثى مثلك، ولعلك تجاهلت تلك الحقيقة في وقت مضى. واعلمي أنني أستطيع الوصول إليك في كل وقت أريده، وأنني قادرة على فعل ما قد لا يخطر لك ببال. الآن صارت الصورة أوضح لدى وريدة. إذا ما أخذت مأخذ الجد ما جاء في الرسالة الثانية، فإن التي كتبتها امرأة، وقد صارت ترجح أنها سجينة سابقة تستحضر ذكرياتها البعيدة لما كانت تزاول وظيفة السجانة في سجن الهوارب. تحاول أن تتذكر سجينة واجهتها أو تعاملت معها بما تعده هي صرامة وتصفه السجينات بالقساوة.
على مدى عدة أيام هيمنت عليها الحيرة، وقررت القيام بزيارة إلى سجن الهوارب علها تعثر على أثر مكتوب يتيح لها مقارنته بالخط الذي كتبت به الرسالة. ركبت سيارة أجرة جماعية وأخذت جهة القيروان، بجانبها ركبت امرأة تضع على وجهها لثاما، لم تتبادل معها ولا مع غيرها الحديث، كان كل تفكيرها في السبل التي ستوصلها إلى من تهددها الآن. وقد استغربت أن تلك المرأة التي تضع على وجهها لثاما كانت هي الأخرى متوجهة إلى القيروان. لما وصلت في المحطة وسط زحمة المسافرين، اقتربت منها امرأة لم ترها من قبل ونادتها باسمها أريدة. التفتت وقد ظهر على محياها الخوف. نسيتني أليس كذلك؟ انتبهت إلى أن اللباس الذي ترتديه تلك المرأة هو نفسه الذي كانت ترتديه الملثمة التي سافرت معها. من أنت؟ أنا من كتبت لك الرسالتين، ألا تذكرين وجهي؟ أنا لا أعرفك، قالت بصوت مرتفع. اهدئي قليلا، لم تعودي الآن سجانة كما كنت، أنا أعلم ذلك، أنت الآن ككل النساء. أنا ليلى، كنت أمضي عقوبة بالسجن 3 أعوام، حكم علي ظلما بتهمة السرقة. أنا التي كنت تمنعين عنها الزيارات بل وحتى الحديث إلى السجينات الأخريات. لم أفهم موقفك، الآن أريد أن أفهم. حاولت أريد أن تمسك بها ولكنها نبهتها إلى أنها ليست وحيدة. التفتت السجانة فرأت خلفها على بعد خطوات رجلا يراقبها بنظرات حادة. تركتها وأرادت أن تمضي إلى حال سبيلها، ولكنها هوت في بالوعة نزع غطاؤها. قبل أن تبلغ القاع استيقظت من كابوس لن تنساه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. بعدما يزيد على نصف ساعة أمضاها هناك، تحرك ونزل شارع محمد الخامس. كان يمشي كما كان يمشي المحاربون في القرون الوسطى، كما قدمتهم لنا السينما. يتوقف عند واجهات المحال التجارية ويطيل النظر إلى ما هو معروض بها. مر بجواره فتية كانوا نحو 10، استوقفهم منظره ذاك، تحلقوا حوله وهم يحملقون، ثم لما هم بالتحرك تفرقوا وابتعدوا عنه وهم يلتفتون من حين إلى حين وكأنهم يخشون أن يمسك بهم. في صمت يمشي، ثم امتدت يده إلى تلك الكتلة الحديدية التي علقت بسلسلة إلى كتفه. مهمشون، في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رجل من زمن بعيد. حين ظهر في شارع مولاي عبد الرحمن قريبا من نقطة الالتقاء بشارع محمد الخامس، بدا الرجل وقد خرج من زمن سحيق. طريقة لباسه وهيئته توحيان بذلك. الحركة دائبة في شارع محمد الخامس في قلب مدينة القنيطرة، ويبدو أن الناس لم يروا الرجل من قبل. يشي بذلك طول نظرهم إليه وعلامات الاستغراب التي ارتسمت على ملامحهم. يرتدي الرجل الذي يقدر طوله بما لا يقل عن 1.80 سنتيمترا، والذي كان عريض ما بين المنكبين، جلبابا صوفيا به خطوط بيضاء دقيقة. كان لافتا للانتباه أنه يتمنطق بحزام جلدي بدا أنه يستعمل منذ زمن بعيد.
كان ذلك يجعل الجلباب يرتفع إلى أسفل ركبتيه. تحت الجلباب سروال لا يبلغ نصف الساق، كان بلون أزرق باهت. يعتمر الرجل طربوشا أخضر من صوف بوسطه نتوء يشبه الخوذات التي كان يعتمرها المحاربون في القرون الوسطى، وحول ذلك الطربوش التفت عمامة الراجح أنها كانت بنية فيما مضى. لحيته المنسدلة إلى مستوى الصدر وشارباه المعقوفان كقرني ثور، مما يضيف الكثير إلى منظره المثير للانتباه. يحمل الرجل الذي وقف لما بلغ ملتقى شارع مولاي عبد الرحمن ومحمد الخامس كيسا من جلد أو ثوب لم يكن لكثرة ما تراكم عليه من وسخ يتيح معرفة المادة التي صنع منها على وجه الدقة. من كتفه الأيمن إلى مستوى كفه تدلت سلسلة ربطت إليها كتلة من حديد بلون الصدأ تبدو جوفاء. حين وقف توقفت العصا الطويلة التي يتوكأ عليها عند مستوى قدمه الأيسر. ينتعل حذاء جلديا قديما زار دكاكين الإسكافيين مرات عديدة. وقف يتأمل صامتا حركة المرور في شارع محمد الخامس وكأنه ينتظر أحدا. لا تبدو عليه الدهشة وهو يرى تلك السيارات التي تتدفق عبر الشارع في الاتجاهين. ثم بعدما يزيد على نصف ساعة أمضاها هناك تحرك ونزل شارع محمد الخامس. كان يمشي كما كان يمشي المحاربون في القرون الوسطى كما قدمتهم لنا السينما. يتوقف عند واجهات المحل التجارية ويطيل النظر إلى ما هو معروض بها. مر بجواره فتية كانوا نحو 10 استوقفهم منظره ذاك، تحلقوا حوله وهم يحملقون. ثم لما هم بالتحرك تفرقوا وابتعدوا عنه وهم يلتفتون من حين إلى حين وكأنهم يخشون أن يمسك بهم. في صمت يمشي، ثم امتدت يده إلى تلك الكتلة الحديدية التي علقت بسلسلة إلى كتفه. سمع لها صلصلة بما أوحى بأنها تضم كرة من حديد. مر رجلان ملامحهما أوروبية، نظر إليه، اقترب أحدهما منه وسأله إن كان يسمح له بالتقاط صورة. كان يقولها بلغة إنجليزية شك في أن يفهمها الرجل، ولذلك وهو يقولها استعان بالإشارات. لم يرد الرجل بشيء ولكنه وقف في شموخ وأمسك عصاه بإحكام. اقترب الأجنبي ووقف بجانبه بينما التقط الصورة الذي كان معه، ثم تبادل الأدوار، وما أن التقطت للآخر صورة حتى ابتعدا وهما يكرران عبارات الشكر للرجل الذي لم يظهر على وجهه أي انفعال ولم يبد تفاعلا. لما ابتعد الأجنبيان سمع أحدهما يسأل الآخر عما إذا كان ينبغي دفع بعض الدريهمات للرجل. عاود النظر إليه ورد على صاحبه بأنه لم يطلب شيئا، ثم ما لبث أن اختفيا بين المارة. وصل الرجل الذي يبدو خارجا من زمن سحيق طريقه. استوقف انتباهه مقهى كان يغص بالزبناء، ولعله استغرب الجالسين عند طاولات صفت على الرصيف وقد وضعت أمامهم كؤوس ملئت قهوة أو شايا أو قنينات مشروبات تعددت ألوانها. أغلب الجالسين على الرصيف ينفثون دخان سجائرهم وهم يمسحون الشارع بنظراتهم. من الداخل يأتي صوت معلق رياضي بينما اشرأبت الأعناق إلى جهاز تلفاز علق على الجدار. ثم فجأة ارتفعت الأصوات، لعله لم يفهم أن أحد الفريقين سجل هدفا. أسرع الخطى مبتعدا عن المقهى، مر بمقاهي أخرى ولكنه لم يتوقف عندها. كان المارة يلتفتون كلما مر بهم. ثم رأى مركزا تجاريا، توقف قليلا، حقيبته على ظهره وعصاه في يسراه. ركز نظره على مدخل المركز، وربما شد اهتمامه المتسوقون الذين يغادرون يحملون بضائع مختلفة. تقدم نحو الباب يريد أن يدخل، قد يكون أراد استكشاف المكان، ولكن
ما أن وضع قدمه في المدخل حتى أحاط به 3 من الحراس يرتدون بذلات تتشابه. توقف. قال له أحدهم إنه لا يمكن له الدخول. لم يرد عليه، وإنما اكتفى بالنظر إليه مطولا. ولعل الحراس ظنوا أنه لم يفهم ما قيل له أو أنه أصم. أمسك به 2 من ساعديه وصار يدفعانه بعيدا. سايرهم، ولما أبعدوه ب1 أمتار ظل واقفا مكانه. رأى الحراس 3 يمشون ببعض خيلاء إلى مدخل المركز التجاري. وقفوا خلف الباب الزجاجي. ظل يراقبهم لعدة دقائق. هم أيضا كانوا يلقون من حين إلى آخر بنظرة إلى جهته. ثم ولم ينتظر أن يختفي الحراس، عاود محاولة الدخول إلى المركز التجاري. في تلك المرة لم ينتظروا بلوغه الباب الزجاجي، التقطوه قبل أن يصل إليه. وعكس المرة الأولى اقتادوه إلى باب جانبي. هي لحظات سريعة مرت لما وجد نفسه داخل غرفة بها نافذة وحيدة مستطيلة، بابها حديدي صبغ بالأزرق. كانت هناك فترة انتظار، لعلها امتدت نحو من نصف ساعة. وحتى يعبر عن احتجاجه فإنه أمسك بالسلسلة التي تتدلى من كتفه الأيمن، وراح يحرك الكتلة الحديدية التي لونها لون الصدأ. كانت تحدث جلجلة مزعجة بلغت أصداؤها مدخل المركز التجاري. ثم انفتح الباب، وظهر حارسان لم يكن أي منهما من بين ال3 الذين اقتادوه إلى تلك الغرفة. خطى أحدهما خطوة نحوه ثم وقف إذ رآه يمسك بعصاه. قال له إنه على استعداد لإخلاء سبيله إن هو وعده بأن لا يحاول ثانية الدخول إلى المركز التجاري. نظر إليه ولم يعقب، ثم ركز نظره على الأرض. جاءه صوت حارس الأمن وهو يسأله إن كان قد سمع ما قاله. رفع بصره إليه ولم يقل شيئا. في تلك اللحظة التفت الحارس إلى زميله وخاطبه بفرنسية تقريبية قائلا إن عليه ربما أن يلجأ إلى القوة ليعالج الموضوع. ما أن سمع الرجل ذلك حتى عاود الإمساك بالسلسلة، وصار يحرك بقوة الكرة الحديدية، محدثا صلصلة حادة وعنيفة لم يقوى الحارس على سماعها. صم أذنيه ولم يزل كفيه عنهما إلا لما رأى ذا اللحية المنسدلة إلى الصدر وقد توقف عن تحريك السلسلة. تنحنح الرجل وبصوت به بحة لا تخفى وبفرنسية ليس بها لكنة خاطبه قائلا: بدءا لا أفهم لما تم حبسي في هذه الغرفة، بل لما تم منعي 2 مرات من الدخول إلى المركز التجاري لشراء ما أحتاج إليه. كان الحارس يصغي إليه بذهول بينما واصل: إذا كانت هيئتي لا تروقكم فذاك شأنكم، أما أن تمنعوني بدون سبب ظاهر ومقنع من ولوج المركز التجاري فإنني أعتبر ذلك اعتداء علي وعلى حريتي. لم يرد أي من الحارسين على كلامه، بل أسرع في إغلاق الباب. سمع المفتاح يدار في القفل، ثم خطواتهما تبتعد. ولأنه قرر الاحتجاج بطريقته فقد عاد إلى السلسلة يمسك بها ويحرك بقوة الكرة الحديدية. الصوت الذي يأتي منها مزعج للغاية. جاء أحدهم يفتح الباب، توقف عن تحريك الكرة الحديدية، وما أن رأى الوجه الأول الذي أطل حتى بادره: إلى متى ستظلون تحبسونني هنا؟ قالها وهو يقترب إلى الباب. لم يرد عليه الذي فتح، وسرعان ما اكتشف أنه لم يكن وحيدا. قال له إنه يريد أن يقابل مدير المركز التجاري. هم أحدهم بالضحك وهو يدقق النظر في هيئته الغريبة تلك. المدير؟ نعم، وإلا فإن تصرفي معكم سيختلف. التفت إلى رفاقه وهو يقول: إنه يهددنا الآن، علينا أن نطلب الشرطة. اطلبوا الشرطة علهم يردون عني عدوانكم. اختفت تلك الوجوه وراء الباب الذي أغلق من جديد. بعد ساعة حل بالمركز شرطيان. فتح باب تلك الغرفة التي عادة ما يحتفظ فيها بمن يضبطون وهم يسرقون.
في باب المركز كانت متوقفة سيارة للشرطة. جيء بالرجل الذي يمشي كمحاربي القرون الوسطى وأركب السيارة. في مركز الشرطة أدلى بوثائق هويته. لم يكن فاضل المسعود مبحوثا عنه، كان رجلا بلا مشاكل تذكر، ذاك ما نطق به سجله. مع ذلك فإن هيئته مما يدفع إلى التساؤل. كل ما أجاب به أنه بعد أن مل حياة الرخاء التي عاشها قرر أن ينهج طريق التقشف وأن يبدو مختلفا عن الآخرين. من أقواله علم أنه أمضى ما يزيد على 45 عاما من عمره في فرنسا، وأنه عمل في مجالات مختلفة قبل أن ينخرط في التجارة. لم يتزوج، وفي لحظة فارقة من عمره وقد بلغ 65 باع كل ما كان يملكه من محلات تجارية وقرر العودة، وقرر أن يتخذ لنفسه هيئة تشبه هيئة الأقدمين كما صورتهم السينما. ما لم يفض به لأحد أنه كان مدمنا على الحشيش. بعد أن أخلي سبيله كانت المحطة الطرقية آخر عهده بالقنيطرة، اختفى منها فجأة كما ظهر بها فجأة. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. مرت سنتان، كانت البلاد تعيش على إيقاع ثورة الياسمين. لم يكن لدى أغلب من عرفوا محفوظ بن 50 متسع من الوقت ولا اهتمام يفردونه له ولاختفائه، وكأنهم قالوا كما قال بهلال: هو ذاك قدره. ولم يكن فيما مضى لديهم ما يدفعهم إلى النبش في الأسباب التي جعلت الشاب الكفيف يغادر بيت ابن عمه ويختفي دون أن يترك أثرا. في الظاهر على الأقل كان بهلال يبدو خير كفيل لابن عمه. مهمشون، في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. محفوظ بن 50. صباح 20 من يونيو من العام 10 و2000 تقدم بهلال بن 50 وهو من أبرز مزارعي منطقة بوسالم إلى إدارة الدرك ليبلغ عن اختفاء ابن عمه الكفيف محفوظ بن 50. قال إنه رآه في المساء في غرفته، ولكنه حين استيقظ للذهاب إلى الحقل لاحظ أن باب الغرفة كان مشرعا، وحين مضى ليستجلي الأمر اكتشف غيابه، وقد ظن أنه ذهب إلى الحمام ولكنه لم يجده هناك. ثم وهو يبحث عنه في البيت لاحظ أن الباب لم يكن مقفلا كما تركه في المساء. في المعلومات التي أدلى بها للدرك أن محفوظ من مواليد العام 85 900 وألف، وأنه كفله بعد وفاة والديه في حادثة سير. كان الولد الوحيد لعمه. ظن بهلال أنه قام بواجبه، وأن على مصالح الدرك أن تقوم بواجبها وتعمل على العثور عليه وإعادته، وقد حسب أن غياب محفوظ لن يطول. ولكنه في المساء لما عاد من الحقل اكتشف أن الكفيف الشاب لم يعد. بوسالم ليست مدينة كبيرة، ولا بد أن يصادفه أحد يعرفه فيأتي به إلى البيت أو يمضي به إلى مركز الدرك وتنتهي قصة الاختفاء تلك. ولكن الأيام تتالت دون أن تحمل خبرا. تساءل كثيرون ممن هم في محيط بهلال عن السر وراء ذاك الاختفاء المفاجئ للكفيف، ومضت التعاليق في اتجاهات شتى، وقد فضل بهلال أن ثم ما لبث أن طوي النسيان موضوع اختفاء محفوظ،
ولم تأتي التحريات التي قامت بها مصالح الدرك بأي نتيجة. كان بهلال يتوقع أن يتم استدعاؤه لإبلاغه خبرا يخص ابن عمه المفقود، ولكنه لم يتلقى أي اتصال ولا جاءه أحد بخبر. في المدة الأخيرة كان يقول إنه قدره، لا يضيف شيئا آخر. مرت سنتان، كانت البلاد تعيش على إيقاع ثورة الياسمين. لم يكن لدى أغلب من عرفوا محفوظ بن 50 متسع من الوقت ولا اهتمام يفردونه له ولاختفائه، وكأنهم قالوا كما قال بهلال: هو ذاك قدره. ولم يكن فيما مضى لديهم ما يدفعهم إلى النبش في الأسباب التي جعلت الشاب الكفيف يغادر بيت ابن عمه ويختفي دون أن يترك أثرا. في الظاهر على الأقل كان بهلال يبدو خير كفيل لابن عمه. كانت هناك أصوات رددت همسا أن الرجل إنما كان يضمن مصالحه هو، لأن عمه الهالك خلف أراضي فلاحية هامة ولم يخلف وريثا غير محفوظ، وقد تجاهل تلك الأقاويل كما أعرض عن أصحابها. بعيدا عن بوسالم الهادئة وحقولها، في القيروان صار يلفت الانتباه عند باب المسجد الأعظم صوت شاب يرتل من القرآن ويتلو من الأمداح النبوية. يجلس الشاب عند الباب الكبير متلفعا ببرنوس أسود نال منه البلا، يعتمر طربوشا ويضع على عينيه نظارتين سوداوين. لا يبخل عليه المصلون وهم يغادرون المسجد بصدقاتهم، بل إن منهم من كان يطيل الوقوف بباب المسجد ليطيل الاستمتاع بذلك الصوت الحسن. في أغلب الأيام خلال الجمعة كان الكفيف ذو الصوت العذب يأتي إلى باب المسجد قبيل صلاة العصر ويبقى هناك إلى أن تقضى صلاة العشاء. وقد انتبه بعضهم إلى أن امرأة تأتي بعد صلاة العشاء وتقوده إلى وجهة لا يعلمها كثيرون. لم تكن مصالح الأمن لتعير اهتماما ما لحالة ذلك الكفيف الذي يستجدي الناس صدقاتهم وهم يغادرون المسجد. لم يكن مصدر تهديد لأي كان، ولذلك لم يتم التدقيق في هويته. مع ذلك فإن هناك من كان يبدي اهتماما خاصا بالرجل الشاب ذي 25 ربيعا. من بين هؤلاء رجل يواظب على الصلاة في المسجد الأعظم ينادونه الحاج حسينة. كان في 50 من العمر، أنيق الملبس ولا تغادر يده سبحته. يبدو من مظهره أنه ميسور الحال، وإن كان أغلب الناس لا يعلمون له عملا ولا يعرفون له تجارة محددة. يقال إنه أدى فريضة الحج أكثر من 6 مرات عدا زيارة الديار المقدسة معتمرا. كان أحيانا يبطئ في مغادرة باب المسجد حين كان الكفيف يتلو قصائد في مدح الرسول أو يرتل من القرآن. ثم دنا منه مرة بعد صلاة المغرب، قال له إنه يريد أن يقيم معه مشروعا، أن يسجل له شريطا للأمداح يطبع على أقراص مدمجة ويباع. قال بنبرة ناصح إنه يرى أن ذلك سيكفيه استجداء الناس صدقاتهم في باب المسجد. كان الرجل يتوقع من الكفيف كلمات شكر وعبارات امتنان، ولكن الرد الذي جاءه كان مفاجئا، فقد طلب منه أن يمهله بعض الوقت حتى يفكر في الأمر. فهم الحاج حسين من كلام الكفيف أنه على علم أو بعض علم بميدان تجارة الأقراص المدمجة، لعل ذلك ما أجج بداخله حب استكشاف ما قد يخفيه ذاك الضرير. قال له إنه يمهله أسبوعا وإنه سيأتي إليه بعد ذلك. في اليوم التالي صار ضرير باب المسجد الأعظم مراقبا. أوكل الحاج حسين أمره إلى رجل من رجاله. يومها بعد أن قضيت صلاة العشاء وغادر المصلون، جاءت إلى الكفيف امرأة لم تكن تبدو مسنة. دون أن تقول شيئا أمسكت بساعده وقادته عبر دروب حي القصبة. كان الذي أوكل إليه أمر مراقبته يتبعهما. رأى المرأة تفتح باب أحد المنازل وتدخل وهي ممسكة بساعد الضرير. لم يكن ممكنا اقتحام الدار، ولم يكن مطلوبا منه ذلك، وقد قرر أن يستقصي أخبار المرأة من جيرانها.
وكذلك انتظر خروجها تقود الكفيف ذا الصوت الحسن إلى باب المسجد، فطرق باب منزل مجاور لها. فتحت امرأة مسنة، قدم باعتذار لطيف عن إزعاجها، وقد مهد له ذلك السبيل لحديث مطول معها. علم منها أن جارتها عرفت بجلبها متسولين تستبدل الواحد منهم بعد الآخر، تختارهم من بين ذوي العاهات. قالت إنها تعجز عن معرفة السبيل الذي تسلكه في إقناعهم أو إجبارهم على التسول. كانت نهاية كل يوم تأخذ منهم ما قد يحصلون عليه. أضافت المرأة بعد أن أطلت من باب منزلها ونظرت ذات اليمين وذات الشمال أنها تظنها من الممارسين للسحر. لم يعقب الرجل على ما سمعه، شكر المرأة وانصرف دون أن يكشف لها عن مصلحته هو في استقصاء أخبار تلك التي قالت إنها مشعوذة. نقل الرجل كل تلك المعلومات إلى الحاج حسين الذي لم يخف ارتياحه. عليه الآن أن يتصرف، وقد قرر أن تكون خطوته المقبلة باتجاه تلك المرأة. ترصدها بعد صلاة عشاء، ما أن أمسكت بساعد الكفيف حتى اعترض سبيلها. السبحة التي في يده وهيئته جعلاها ترتاب. لا تخافي، قال لها. رأى الكفيف يرهف السمع وهو يرفع وجهه وكأنه يبحث عما يمكنه من تحديد هوية هذا الذي أوقفهما. ثم جاءه صوت خال أنه يعرفه. كان الصوت يقول للمرأة إن لديه معلومات تفيد بأنها تستغل هذا الكفيف. دون أي تقديم نطق الضرير: ألست الحاج؟ من؟ الحاج. ألست من جاءني قبل أيام يريد تسجيل الأمداح التي أتلو؟ سأل وظل فمه مفتوحا. يبدو أن الحاج تردد في الإجابة، بينما كانت المرأة تنظر إليه بغير قليل من الاستنكار والاستغراب. ثم التفت إليها: قلت لك إن لدي معلومات تفيد بأنك تستخدمين ذوي العاهات وتجعلينهم يتسولون وتأخذين منهم ما يحصلون عليه من صدقات. صمت قليلا وكأنه يفكر فيما سيضيفه، ثم قال: لن تستطيعي نكران ذلك. حاول الكفيف التدخل، ولكنه استشعر حدة المواجهة بين الرجل والمرأة التي تأويه، فلزم الصمت. أحس بأناس يتحلقون من حولهم، ثم جاء 3 من رجال الأمن، لعل أحدهم اتصل بقسم النجدة. تم الإمساك بالمرأة وبالضرير، وطلب من الحاج أن يرافقهم إلى المخفر. ليلتها لم يكن الحاج حسين يتصور أنه من حيث لا يدري وعن غير قصد كشف لغزا محيرا لكثيرين على بعد مئات الكيلومترات من القيروان هناك في بوسالم. في المخفر حين تحرير محضر الاستماع إلى 3 نطق الكفيف بما ظل يكتمه على مدى عامين. قال إن اسمه محفوظ ب50، وإنه كان يعيش مع ابن عم له في بوسالم يدعى بهلال بن 50. حكى عن كونه الوريث الوحيد لوالده الذي مات رفقة والدته في حادثة سير. ثم كشف السر الذي لم يكن يعرفه سواه. قال إن ابن عمه ذاك هو من سلمه إلى هذه المرأة التي كانت تستغله في التسول. في ملفات تعود إلى عامين تم اكتشاف الإبلاغ عن اختفاء محفوظ. كان الذي أبلغ عنه ابن عمه الذي كان يكفله، وقد اعترف الأخير بأنه أراد بذلك التخلص منه للتصرف في تركة عمه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لوالدتها الباتول وأبيها الحاج الطاهر، وكلاهما ينحدران من واحدة من العائلات المعروفة في فاس، كانت مدللة في حدود ما هو مقبول. وقد حرصت أمها على أن تربيها تربية تقليدية كما تفعل عائلات كثيرة، وكذلك تعلمت الخياطة والطرز والطبخ. لم تكمل تعليمها إلى ما بعد شهادة الدروس الابتدائية. وقتها لم تكن هي متحمسة لمواصلة الدراسة، ولم يقم أبواها بتشجيعها على ذلك. وحتى زواجها من خالد الذي يتاجر في الأواني النحاسية ويملك دكانا في الصفارين
كانت تعيش حياة بها شيء لا يستهان به من الرتابة. مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. فتاة باب فتوح. لن تنسى زهرة ذلك اليوم، تلك اللحظات التي لم تكن طويلة. حدث ذلك قبل 23 عاما. كانت في 13 ترافق والدتها إلى المدينة العتيقة لفاس لشراء ملابس العيد. تتشح المدينة ببهاء رمضان، العشر الأواخر منها. أجواء ينشرح لها الصدر وينال طيبها الروح. من المساجد تأتي أصوات تصدح بترتيل القرآن في صلوات التراويح. في الشارع متسوقون، كثيرة هي المحال التجارية التي لم تفتح أبوابها بعد. يعلم الناس أن النشاط التجاري لا يدب في المدينة القديمة إلا بعد أن تقضى صلوات التراويح. تمسك زهرة بذراع أمها، تمشيان على مهل، لهما متسع من الوقت يمتد إلى ما قبل السحور للتجول في أزقة المدينة، حيث للتسوق طعم خاص. ولكن زهرة وهي تنزل من سيارة الأجرة التي أقلتهما إلى باب فتوح رأت فتاة قدرت أن تكون في مثل عمرها. الشحوب الذي اعترى وجهها لم يمح جمال ملامحها. إلى شحوب هذاك كانت ملابسها البالية تضيف ما يشي بفاقتها. التقت نظراتهما فانتاب زهرة إحساس لم تعرف مثله قط. ابتسمت الفتاة. همت زهرة بالرد بابتسامة مثلها، ولكن أمها استعجلتها الدخول إلى المدينة. انشغلت بما تعرضه الدكاكين المفتوحة من مأكولات ومن ثياب وبضائع مختلفة. أنساها كل ذلك تلك النظرة التي نفذت إلى أعماقها. جالت مع أمها عبر دروب عدة ودخلتا محلات كثيرة. وبينما هي في محل لبيع الملابس، حيث أعجبتها كسوة بها تطريز من حرير، وحين كانت أمها تفاوض التاجر حول الثمن رأت تلك الفتاة التي كانت في باب فتوح. وجهها من تلك الوجوه التي لا تنسى بسرعة. ابتسمت لها الفتاة لما التقت نظراتهما من جديد، ثم راحت تنظر في المعروض من الثياب. تتابعها زهرة بنظرات نبعت من ذاك الإحساس الذي انتابها لما رأتها للمرة الأولى. التفتت الفتاة وهي تمسك ببذلة كتلك التي اشترتها زهرة. سألت التاجر عن ثمنها. نظر إليها بعين فيها توجس ظاهر. قد يكون ظن وحال الفقر الذي يبدو عليها يؤكد له ظنونه أنها لن تقدر على دفع الثمن المطلوب. ركز نظراته على عينيها ونطق بالثمن. لاحظت زهرة أنه طلب ما يقرب من ضعف ما طلبه لوالدتها. وقف بالباب رجل يحمل في يده مبخرة معلقة ب3 سلاسل من نحاس يردد أدعية. بادر التاجر إلى إخراج قطعة نقدية من درج مكتبه وعجل بدفعها له فانصرف. لم تسأل الفتاة خفضا للثمن، ولكنها ظلت ممسكة بالثوب تتأمله، بينما مضى التاجر يلوف في قطعة ورق القميص الذي اختارته زهرة. قبل أن تغادر المحل أخذت الثوب وقدمته إلى تلك الفتاة. أصيبت أمها بالذهول، ولكنها بادرت إلى القول إنها تتصدق به وإنها لا تريد ثوبا جديدا للعيد. أمسكت الفتاة ذات الوجه الشاحب بالثوب الجديد، ضمته إلى صدرها والتمعت عيناها فرحا. عانقت زهرة في صمت. رأت عيناها تدمعان، ودون أن تنطق بكلمة عانقت والدة زهرة. حملت الثوب ثم انصرفت.
تذكر زهرة أن والدتها عاودت التفكير في الذي حدث، فاضطرت إلى شراء الثوب الذي كانت تمسك به تلك الفتاة وأعطته لزهرة. حدث ذلك قبل 23 عاما. كلما مضت زهرة إلى المدينة العتيقة للتسوق، وقد صارت الآن أما لطفلة في مثل عمرها حين حدث ذلك، إلا وتذكرت تلك الفتاة، تتصورها الآن امرأة أما مثلها. كانت زهرة البنت الوحيدة لوالدتها الباتول وأبيها الحاج الطاهر، وكلاهما ينحدران من واحدة من العائلات المعروفة في فاس. كانت مدللة في حدود ما هو مقبول، وقد حرصت أمها على أن تربيها تربية تقليدية كما تفعل عائلات كثيرات، وكذلك تعلمت الخياطة والطرز والطبخ. لم تكمل تعليمها إلى ما بعد شهادة الدروس الابتدائية. وقتها لم تكن هي متحمسة لمواصلة الدراسة، ولم يقم أبواها بتشجيعها على ذلك. وحتى زواجها من خالد الذي يتاجر في الأواني النحاسية ويملك دكانا في الصفارين، كانت تعيش حياة بها شيء لا يستهان به من الرتابة. كان إيقاع الأيام يضبط بما يتوافق مع عودة الحاج الطاهر من دكانه حيث يبيع التوابل، وذهابها أو عودتها من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الطرز والخياطة. كان البرنامج يتغير في أيام الصيف شديدة الحرارة وفي أيام رمضان، وكانت أيام العطلة الأطول ترتبط بالعيد الكبير عيد الأضحى. لما توفي الحاج الطاهر في العام 2005 وكان العمر قد تقدم بوالدتها التي تكاثرت عللها، اكتشفت زهرة ما لم يخطر يوما ببالها. بعد مراسيم الجنازة وانصراف من كانوا يتوافدون لتقديم العزاء، وكانت والدتها تعد الوثائق التي تخص الميراث، أبلغت بأن والدها الهالك كتب لها وصية أعطاها بمقتضاها دارا في المدينة القديمة وقطعة أرضية في أحواز فاس. كان ما بلغته يدفعها إلى التساؤل عن سبب إقصائها من القسمة. كان للحاج الطاهر شقيق يصغره وكان من الوارثين. لم تستسغ زهرة إقصاءها، أبلغت زوجها بذلك، وقد شرح لها أن الوصية لا تكون إلا لغير وارث، واستنتج أنها وفق ما بلغت به ليست من ورثة الحاج الطاهر. لم يكن لدى زهرة من باب تقصده غير باب والدتها، وكذلك مضت تسألها عن سر إقصائها من الميراث. كانت المرأة في حالة مرض، حاولت أن تتفادى الإجابة. ومع أن زهرة التي تعي خطورة الوضع الصحي لأمها لم تلح في السؤال، فإن المرأة وقد انتظرت 2 أو 3 أيام دعت زهرة إلى غرفتها وأسرت لها بما ظلت تكتمه منذ 35 عاما هو عمر زهرة الآن. قالت لها إنها ليست أمها التي ولدتها. كانت كلمات صاعقة، لم تقوى على سماع ما تلا ذلك الخبر الرهيب، كاد يغمى عليها. بعد أن استعادت أنفاسها قالت لها إنها تبنتها لإنقاذها من الفقر. شرحت لها أنها ولدت لامرأة فقيرة رزقت مولودتين توأمين، وأن إحداهما هو الواقع الجديد الذي عليها أن تتعاطى معه بكثير من الصبر. صار أكثر ما يشغل بال زهرة أن تعرف أمها التي ولدتها، وأن تتعرف إلى والدها وإلى إخوتها إن كان لديها إخوة، التي ظنتها أمها ولم تعرف أما غيرها تعاني من المرض، ويفرض عليها ذلك التعجيل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة. لا يساور زهرة أدنى شك في أن الحاجة البتول وحدها تعرف الحقيقة. منذ ذلك اليوم تغيرت نظرتها إلى الناس الذين كانوا يزورون بيت الحاج الطاهر، ولسبب لا تعرفه صارت تشك في أن يكون بعضهم يعرفون قصتها. صارت تتقي نظراتهم. عادت ذات يوم إلى أمها، لا تستطيع أن تتصور اعتبارها غير ذلك. ترجتها كما لم تترجها من قبل أن تدلها على أمها التي ولدتها وعلى عائلتها الفقيرة تلك. تنهدت الحاجة البتول، ثم بكلمات متقطعة قالت إن المدة التي مضت على كل ذلك طويلة،
وإنما ينبغي أن تعلمه أنها ليست لقيطة، وإنما هي تبنتها بكل رضا والديها. أشارت بيدها إلى صندوق في رف الدولاب، طلبت منها أن تأتيها به. مذ كانت صغيرة تعلم زهرة أن والدتها تضع في ذلك الصندوق كل ما ترغب في بقائه بعيدا عن متناول الفضوليين، هي علبة أسرارها الخاصة. لما جاءتها بالصندوق فتحتها، كانت به عدة وثائق وضعت بترتيب. في أسفل الصندوق كناش للحالة المدنية. ناولتها إياه وقالت لها أن تقرأ ما هو مدون في المعلومات الخاصة بها. اكتشفت وهي تقرأ اسم الأب أنها بنت علال بن أحمد وابنة عائشة بنت اليزيد، في الاسم العائلي مهيلو. أطالت النظر إلى تلك الصفحات ثم طوت الكناش وأعادته إلى والدتها. بعد صمت خيم على الغرفة قالت الحاجة إن ما في كناش الحالة المدنية هي هويتها الكاملة. أضافت أن كل ما تتذكره أن عائلتها كانت تسكن في مولا يعقوب. عادت المرأة لتئن، ولكنها استطاعت أن تكرر أنها لم تر والدتها منذ ذلك الحين. قررت زهرة الذهاب إلى مولا يعقوب للبحث عن عائلة مهيلو وعن علال أبيها. رافقها زوجها في تلك الرحلة، وأمضيا يومين في مولا يعقوب يبحثان. ثم بينما هما يمران بالقرب من الحامة، رأت امرأة بدت لها في مثل عمرها، لا تدري ما الذي جعلها تطيل النظر إليها. ملامحها تذكرها بشخص تعرفه أو عرفته. لاحظت أن تلك المرأة تمعن هي الأخرى النظر إليها، ثم رأتها تقبل نحوها دون أن تناديها. ولما صارت أقرب إليها بادرتها بسؤالها إن كانت من فاس. ردت زهرة بأنها من هناك، ثم عادت تسألها: أتذكرين فتاة أعطيتها كسوة كانت أمك اشترتها لك لمناسبة العيد؟ في تلك اللحظة أدركت زهرة أنها هي نفسها تلك الفتاة شاحبة الوجه التي التقتها في باب فتوح. حدث ذلك قبل 23 عاما، وقد رأت زهرة في اللقاء بها مناسبة لتسألها عن الذين تبحث عنهم. قالت لها إنها تبحث عن رجل اسمه علال مهيلو. من؟ سألتها وكأنها لم تسمع جيدا. علال مهيلو، هل تعرفينه؟ امتقع لون المرأة، بدت وكأنها تجد صعوبة في الكلام، ثم نطقت: نعم أعرفه. وحتى تتيقن من أنه هو سألتها إن كانت تعرف زوجته عائشة بنت اليزيد. ازداد ذهول المرأة، ثم قالت وكأنها تستعجل معرفة السر الذي تحمله زهرة: نعم أعرفها لأنها أمي ولأن علال والدي. لم تقوى زهرة على التحمل، جلست في عتبة منزل وطلب زوجها أن تسقى ماء. لما استعادت بعضا من قوتها طلبت من المرأة أن تقودها إليهما. في الطريق أبلغتها بأنها أختها التوأم، ولما بلغوا المنزل كان عليها أن تتريث قبل أن تخبر أمها التي ولدتها بأنها مولودتها التي تركتها في فاس بسبب الفاقة. ليلتها علمت أن والدها توفي منذ سنوات، وأن لها 3 إخوة و4 أخوات. ليلتها حكت لها قصتها الكاملة، تلك التي بدأتها الحاجة البتول ولم تجد سبيلا لإتمامها. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لما توارى موسم الثلوج والأمطار والبرد القارس، صار ينهض باكرا، يحمل حقيبته ويأخذ طريق المدرسة، ولكنه ما أن يقترب منها حتى يأخذ طريقا آخر يفضي به إلى واد تكسوه شجيرات ينتبذ بينها مكانا له، ويمضي الساعات يتأمل. يرى من مكانه ذاك المزارعين في الحقول، ويصله رجع صدى كلامهم، ومن أمكنة قريبة كانت تأتيه شقشقة العصافير. كان أحيانا يراها تحط على الشجيرات وتتمرغ في ماء الغدير القريب حين ترتفع الحرارة عند الزوال. مهمشون،
في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. حداد تيجلابين. في المناطق النائية أو المتوارية عن الأنظار كما هو حال تيجلابين في أطراف بومرداس، كثيرا ما تحدث أمور تظل في طي الكتمان سنين عديدة، ولا يفصح عنها من كانوا أطرافا فيها إلا بعد فوات الأوان. قليلة هي الحالات التي تخرج إلى العلن ويواجه فيها الضحايا الذين اعتدوا عليهم. في سبعينيات القرن الماضي كانت المدرسة من الأماكن المتوارية عن الأنظار، يذهب إليها الأطفال حاملين محفظاتهم التي أودعوها دفاترهم وأقلامهم. زمنئذ لم يكن الآباء وأقل منهم الأمهات يرافقون أبناءهم إلى باب المدرسة وينتظرونهم عندها في وقت الخروج. كان الأطفال يمضون بمفردهم. يحكي يحيى الذي يبلغ من العمر الآن 50 عاما أنه لم يكن يجد سبيلا إلى فهم ما كان يتعرض له من ضرب على يد المدرس. يذكره جيدا رغم كل تلك السنين التي انقضت. يقول وهو يداعب مفتاح براغي في محل الحدادة الذي يملك إنه كان يحلم بأن يصير طبيبا أو طيارا. يبتسم ويضيف: لم أكن مختلفا عن بقية الأطفال، كلهم يحلمون بذلك. الفرق أن كثيرين منهم تمكنوا من تحقيق أحلامهم الجميلة تلك، إلا أنا فقد اضطررت إلى أن أصير حدادا ألازم الكير والمطارق، ثم يستدرك أنها مهنة شريفة تدر من الرزق ما يكفي لمواجهة متطلبات الحياة. الجميع في تيجلابين يعرفونه، ينادونه المعلم يحيى. من زبنائه زملاء له سابقون في الدراسة يعملون في عدة إدارات عمومية، قلة هم الذين بقوا في تيجلابين مثله. يذكر أحيانا بألم ومرارة أن المدرس واسمه ممدوح كان كل صباح حين يدخلون إلى القسم بعد أن يصطفوا في الساحة بانضباط يشرع في المنادات على التلاميذ، يسجل الغائبين، وكان كلما نادى عليه يحيى بن حميد توقف، نظر إليه ثم دعاه للوقوف أمام السبورة. يبتسم يحيى وهو يحكي، قال إنه لفرط تكرار ذلك كان كلما شرع المدرس في المنادات على التلاميذ إلا واستعد للوقوف أمام السبورة، بل إن زملاءه أيضا صاروا يتوقعون أن يطلب منه المدرس ذلك، ثم يسأل عن التمرين إن أنجزه وعن قطعة المطالعة إن حفظها. وقد حاول عدة مرات أن يرد بالإيجاب، ولكنه ما أن يتعثر في الإجابة عن أسئلة المدرس التي لا يسألها غيره من التلاميذ حتى تبدأ حصة العقاب. كان أكثر ما يؤلمه تلك الضربات التي كان المدرس يوجهها إلى كفيه الطريين. ينظر إليهما: لم تعودا كذلك الآن، فقد فعل فيهما الحديد فعله. كانت أيام الشتاء الباردة تزيد تلك العقوبة شبه اليومية قساوة. ثم تلاشت أحلامه بأن يصير طبيبا أو طيارا. في مرحلة ما حلم بأن يصير شرطيا. لم يكن والد يحيى الذي كان مزارعا بسيطا يعير كبير اهتمام لنجاح ولده يحيى أو رسوبه. كانت لديه انشغالات أخرى، ولم يكن ولده الوحيد. يكفكف الطفل دمعه ويعود إلى البيت بعد أن تنقضي حصص الدراسة. لم يشك مرة مما كان يلاقيه، إذ يعلم مقدما أن لا أحد سينصفه أو سيبدي اهتماما بما يعانيه بشكل شبه يومي. وكذلك رأى نهاية مساره في المدرسة ولما يكمل السنة الخامسة من التعليم الابتدائي،
فقد صار المدرس يعجل بدفعه إلى غرفة ملاصقة لحجرة الدرس المفتوحة على فضاء الحي، ويبقيه هناك حتى يقرع حارس المدرسة الجرس إذانا بالخروج. لما توارى موسم الثلوج والأمطار والبرد القارس، صار ينهض باكرا يحمل محفظته ويأخذ طريق المدرسة، ولكنه ما أن يقترب منها حتى يأخذ طريقا آخر يفضي به إلى واد تكسوه شجيرات ينتبذ بينها مكانا له، ويمضي الساعات يتأمل. يرى من مكانه ذاك المزارعين في الحقول، ويصله رجع صدى كلامهم، ومن أمكنة قريبة كانت تأتيه شقشقة العصافير. كان أحيانا يراها تحط على الشجيرات وتتمرغ في ماء الغدير القريب حين ترتفع الحرارة عند الزوال. يعجبه كل ذلك، وفي كل يوم يمضيه هناك حيث لا صخب ولا ضجيج كان يزداد اقتناعا بأنه حسنا فعل عندما ترك فصل المدرس ممدوح. لاحقا علم أنه انتقل إلى العاصمة. كان يحيى وقتها قد التحق بورشة للحدادة بعد أن لم يعد سرا انقطاعه عن المدرسة. بالنسبة لوالده فإن ذلك سيمكنه من أن يساعد العائلة، وفي الآن نفسه من أن يتعلم حرفة تكون له موردا للرزق. ما استغربه يحيى وقد نضج تفكيره أن لا أحد من أفراد أسرته سأله عن سبب انقطاعه عن الدراسة، وقد سأل يوما والده سنوات بعد ذلك، فعلم منه ما صار إلى الآن يعده السبب الحقيقي وراء ذلك العقاب اليومي الذي كان يسلطه عليه المدرس ممدوح. قال له إنه عرفه في الحراش حيث عمل بضع سنوات في ضيعة فلاحية هناك. قال له إن ممدوح وهو في مثل عمره كان ابنا من الأبناء والبنات 9 لحارس الضيعة، واسمه بن معروف الخليل، وكان حين تحل العطل المدرسية ينضم إلى العمال، وإنه مرة اصطدم معه إذ فاجأه يفتش في أشيائه بحثا عن مال أو سجائر. ضحك المعلم يحيى ملء فيه وهو يقول لجلوس عنده إن والده أخبره بأنه لقن ممدوح درسا يبدو أنه لم ينساه، ولذلك ما أن علم بأنني ابن للرجل الذي أذاقه من اللكم والصفع ما لا ينسى بسهولة حتى آلى على نفسه أن ينتقم. تنفس نفسا عميقا ثم كرر: نعم، هو انتقام ذاك الذي كان يقوم به. ولقد فهمت الآن لما كان والدي لا يسأل عن دراستي ولا يذهب إلى المدرسة أو يقترب منها. لما علم الحداد أن مدرسه ذاك انتقل إلى العاصمة دار بذهنه أن يبحث عنه، لا لينتقم منها بل ليحاول أن يسمع منه هو تفسيرا مقنعا لما كان يقوم به. جعله مقصيا، ولم يكن يكتفي بالضرب دون سبب، ولكنه كان يحبسه في تلك الغرفة الفارغة الباردة الملاصقة لحجرة الدرس. كلما تذكرها أحس بالبرد يكتسح جسده. أليمة كانت الساعات التي يمضيها وحيدا في تلك الغرفة. يقيم المعلم يحيى الحداد علاقة طيبة مع مدير المدرسة، وكثيرا ما قام متطوعا بإصلاح أقفال أبواب المدرسة التي جرى توسيعها. وقد سأل مرة عما إذا كان في أرشيف الإدارة ما يدل على المدرسة التي انتقل إليها ممدوح المدرس. لم يرى المدير بأسا في البحث في الوثائق القديمة، فوجد نسخة من مذكرة التعيين الجديد لممدوح بن معروف، كانت مؤرخة في جوان من العام 75-900 وألف. اكتفى المدير بإبلاغ يحيى بأن ذاك المدرس انتقل للعمل وقتها في مدرسة بحي محي الدين. وقد اغتنم يحيى فرصة سفر إلى العاصمة لزيارة أقارب لزوجته يقيمون هناك للقيام بالبحث عن المدرس ممدوح بن معروف. لم يكن عسيرا الوصول إلى المدرسة التي تم تعيينه بها، وكان يقدر أن الرجل قد أحيل على التقاعد منذ سنوات، ولكنه ظن أنه سيجد أثرا لعنوانه في تلك المدرسة. طرق باب الإدارة ذات صباح وأبلغ المدير بما يريده. زعم أن ممدوح من أقاربه وأنه جاء يبحث عنه بطلب من والده. لم يدقق المدير فيما يزعمه، وكانت القصة التي ابتدع تبدو متماسكة. في النهاية
فإن الأمر يتعلق بمدرس سابق. فتح المدير دولابا من حديد تحدث أبوابه صوتا مزعجا، وأخرج من بين ملفات كثيرة ملفا حاشيته من ثوب أزرق غامق. على واجهة الملف كتب العام 87 900 وألف. قلب المدير في ذلك الملف بعد أن وضع على عينيه نظارتين ذواتي إطار مستطيل، ثم رفع رأسه ونظر إلى يحيى الذي جلس على كرسي مقابل للمكتب. لقد غادر قريبكم المدرسة في العام 87، وآخر سكن معروف له لدينا في حي القصبة. تناول ورقة وكتب عليها العنوان. شكر يحيى المدير وغادر يريد إلى حي القصبة. كان عليه أن يسأل أكثر من مرة حتى وصل إلى العنوان الذي مكنه منه المدير. قرع جرس الباب، انتظر قليلا بعد أن ابتعد خطوتين، ثم رأى امرأة تطل. نظرت إليه، تقدم منها وسألها إن كان هذا منزل الأستاذ ممدوح بن معروف. كان يعلم أن إضافة لقب الأستاذ سيروق المرأة التي خالها امرأته. نظرت إليه وقالت فيما تطلبه؟ أنا من تلاميذه القدامى. لزمت المرأة الصمت وهي تدقق في الحداد، ثم قالت ألا تعلم؟ ماذا؟ ألا تعلم بأنه توفي؟ حوقل الحداد واسترجع وهو يسمع الخبر. قال لها أنا من تجلابين، كنت تلميذه في مطلع السبعينيات، وكنت أريد أن أقول له إنني صرت حدادا. قالها وهو يري المرأة كفيه الخشنتين المسودتين. أضاف صرت حدادا لأنه قتل حلمي بأن أصير طبيبا أو طيارا. سامحه الله. لم يضف شيئا، ترك المرأة وانصرف. بعد بضع خطوات سمع باب منزله يقفل. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.